حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. جانا كل يوم بتصحى الصبح بدري عشان تروح المدرسة، ومامتها كل يوم بتصحيها وتقول لها: يا جنى، يا جنى، يلا يا جنى اصحي اتأخرتي. ايوه يا ماما. يلا بسرعة يا جنى اتأخرتي، اصحي قومي بسرعة. حاضر يا ماما، حاضر انا هقوم اهو. ومامتها حضرت لها الفطار وحضرت لها كوباية اللبن، لكن فجأة جنى قعدت تكح علشان الأكل دخل في مناخيرها. مالك يا جنى؟ انتي يا خيرك جعانة ولا ايه؟ بس بقى يا مازن ما تغلس عليا، في حتة عيش دخلت جوا مناخيري غصب عني وانت عمال تتريق عليا. وبعد الفطار مامتها أخدتها بسرعة جدا وراحوا على المدرسة، كانوا متأخرين جدا. لكن المشكلة لما وصلت جانا المدرسة اكتشفت إن هي لابسة فردتين مختلفين، واحدة لونها أسود والتانية لونها كحلي. وقالت جانا: يا نهاري، انا لابسة فردة لونها اسود وفردة لونها كحلي، اعمل ايه دلوقتي؟ وجانا طبعا ما كانتش عارفة تمشي كويس خالص بسبب إن هي كانت لابسة فردتين عكس بعض ومختلفين، وكل اللي يعدي من جنبها يقعد يضحك ويستغرب على منظرها. وجا صاحبها عمر وقال لها: ايه الموضة الجديدة دي؟ وحد يلبس فردة كده وفردة كده؟ انا ما اخدتش بالي، انا نزلت متأخرة جدا وما اخدتش بالي ان الفردتين مختلفين. وقررت جنى إن هي تعدي الموقف، وفي وقت البريك نزلت جنى علشان تاكل الأكل بتاعتها، وبعدين جت قطة شدت السندوتش بتاعها وقعدت تاكله فوق الترابيزة، وبعدين هربت. وطبعا جنى فضلت تجري وراها وتقول لها: يا بسبوسة ارجعي بقى، رجعي لي اكلي، ارجعي انا جعانة. وطبعا القطة خدت السندوتش وطلعت تجري، وجنى وهي بتجري ورا القطة اتزحلقت في قشر موزة. وده تاني موقف يحصل معاها والكل يضحك. وجنى قررت تعدي الموقف ده برضو. المهم طلعت عشان خاطر عندها حصة علوم، وكان المطلوب من كل طالب إنه هو يجرب خليط من بعض المركبات على بعض علشان يعملوا بركان صغير. المهم إن المدرسة ادت لكل واحد فيهم المكونات بتاعته وقالت لهم: يلا اعملوا التجربة. لكن جنى مسكت عصير البرتقال وحطته بدل الخل. المهم إن العصير قعد يغلي بطريقة غريبة جدا، وقعد يخرج فقاعات لونها برتقاني، وكان منتشر في كل مكان وغطى وش جنى بالكامل، وكان وشها عامل زي وش المربى. كل الأطفال قعدوا يضحكوا. جنى طبعا اتكسفت جدا، والمدرسة قالت لها: مش مهم يا جنى، المهم ان انتي عملت لنا اختراع جديد. ضحكت جنى وقالت لها: المهم ان انا عملت لكم حاجة جديدة النهاردة. وبعد ما خلصوا التجربة صحابها قعدوا معاها وقعدوا يتكلموا ويلعبوا شوية ويهزروا. وبعدين جا وقت المروح، جنى ركبت مع صحابها وطول السكة قاعدين يفتكروا، وجنى تقول لهم: ياه، النهاردة كان يوم غريب جدا، انا مش عارفة ازاي كل ده حصل. وصحابها يقولوا لها: عادي، النهاردة اليوم مش يومك يا جنى. المهم إن جنى وصلت البيت، وأول لما دخلت مامتها قالت لها: إيه الأخبار يا جنى؟ يومك كان عامل إزاي النهاردة؟ جنى طبعا قالت لها: يا ماما، النهاردة اليوم كان غريب جدا. أول حاجة كنت عارضة أزياء غريبة جدا، لابسة فردة لونها أسود والفردة التانية كحلي، والكل كان بيضحك عليا. وتاني حاجة خسرت السندوتش بتاعي، قطة شريرة أخدت السندوتش وقعدت تجري، وأنا وقعت واتزحلقت في موزة. وتالت حاجة عملت بركان من العصير بدل الخل يا ماما، ووقعت على الأرض، بس عادي يا ماما، كله تحت السيطرة. أمها قالت لها: مش مهم يا جنى،
المهم إن يومك كان مختلف ومميز، وأكيد اتعلمتي دروس مهمة جدا. جنى قالت لها طبعا يا ماما، اتعلمت حاجات كتيرة جدا. أول حاجة ما تأخرش واصحى بدري، وتاني حاجة أبص الأول وأشوف أنا لابسة فردتين زي بعض ولا لأ، وتالت حاجة ما ثقش في القطط أبدا، ورابع حاجة أتأكد كويس جدا قبل ما أحط أي خليط على بعضه. مامتها قالت لها برافو عليكي يا جنى، إن شاء الله بكرة يومك يبقى جميل، وأشوفكوا الحلقة الجاية. مع السلامة.